قرب وتعالى وشوف عروض الموبايلات عند النينجا. ايفونات امريكا كسر زيرو بنص الثمن، ايفونات استعمال حريمي من بلاده والسعر خيالي. تعالى، دي الكمية محدودة وبعد شوية مش هتبقى موجودة. السلام عليكم. لو سمحت يا ريس، عايز بطارية للتليفون ده بس بالله عليك تكون أصلية، وعايز شاحن بس يكون إبر. يا اخي اله تجيك ابرة تشكك في ودانك. يعني انا واقف بنبح في صوتي وبقول ايفونات، وانت جاي عايز بطارية وشاحن للتليفون العيان اللي معاك ده؟ ده اخر مرة شفت التليفون ده كان مع المرحوم جدي. وبعدين انت مش عارفني، انا حسين الشحات يا عم بتاع الاهلي. حسين الشحات؟ وأنا عمال أقول اسم النينجا ده مش غريب عليا. وبعدين ده أنا معرفتكش من الجلابية دي. طب وإيه اللي خلاك تشتغل في موضوع التليفونات ده وواقف تنادى عليها في الشارع زي ما تكون بتنادى على طماطم؟ اصل بيني ما بينك، وانا في امريكا مع الاهلي في كاس العالم للانديه، لقيت الجماعه الامريكان دول بيرموا الموبايلات الايفون بتاعتهم في الشوارع. فسالت حد هناك، قال لي هو النظام هنا كده، الواحد يستخدم الايفون 3 شهور ويرميه ويجيب غيره. فرحت لميت كل الموبايلات دي وجيت هنا قلت استرزق منهم. لا نصح يا حسين، بس ما تاخذنيش يعني. انت كنت سايب الاهل والماتشات وداير تلم في الايفونات من شوارع امريكا؟ يبقى ده هو السبب اللي ما خلاك ما كنتش مركز وضيعت الكوره اللي كانت في اخر الماتش بتاع انتر ميامي. يا اخي يحرق ابو ام دي كوره، ده انا جات لي حاله نفسيه بسبب الكوره دي. وبعدين هو انا اول ولا اخر واحد اضيع فرصه؟ واساسا انا كنت بنزل الم الموبايلات دي في الوقت اللي لا فيه تدريبات ولا فيه ماتشات، يعني زي الاوفر تايم كده. خلاص يا معلم نينجا، ما تتحمكش وتزعل جوه كده. ما انت ياما جبت جوان وبطولات للاهلي. المهم، اللي هو صحيح انك عايز تمشي من الاهلي وبتدور على عروض في الخليج. ايوه يا سيدي، علشان ترتاحوا سايبها لكم مخدره، علشان حته كره ضاعت عملته زيطه. ده حتى الواد اللي اسمه سبيد ده بتاع اليوتيوب طالع يزيط وقال ايه، ساب الماتش ومشي لما الكره ضاعت. ما هو انت برضه علامه يا حسين، والناس كلها طلعت عارفاه. مش عارف مين اللي بيرن عليا دلوقتي ده. ايه ده قفشه. ايوه يا قفشه. ايوه يا ملك القضيه، اخبارك ايه يا باشا؟ حبيب قلبي، انا الحمد لله تمام. امال انت فين دلوقتي؟ انا واقف مع حسين الشحات عند المحل الجديد بتاعه. اتاريه يا اخويا كان داير يدم الايفونات من امريكا وجاي يبيعها هنا. خد بارك له، هو معاك اهو. الف مبروك يا نينجا على المحل الجديد. يا ابن اللعيبه يا سحس، وانا اقول للواد كان بيغطس وبيروح فين؟ اتاريك كنت بتنزل تلم الايفونات من امريكا. حبيبي يا قفشه، ربنا يبارك فيك. هعمل ايه طيب؟ ما هو لازم الواحد يشوف مصلحته. المهم، عايزك تنفعني بقى. من غير ما تقول يا سحس، ده انت حبيبي. يلا يا سيدي، اشحن لي كارت فكه من اللي هو ب 12 ونص ده. يا عم غور انت وهو، ده انتوا عالم فقر. واحد عايز لي شحن ابره وواحد عايز كارت فكه، عليا الطلاق لا اقفله عشان خاطركم.